السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في قناة عيشي حياتي. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو. اسفة جدا على التعليقات على اخر فيديوهين ما ردتش عليهم. ان شاء الله باذن الله النهارده هرد على كل التعليقات وكل الاستفسارات اللي جات لي على اخر فيديوهين. ان شاء الله باذن الله هقدم لكم النهارده اجابة عن سؤال اتسألته كتير جدا لما كنت منزله اللي هو الفيديو بتاع مستحضرات البشره والكلام دوت، وكنت مره برضو منزله حاجات عن الشعر. فكتير قالوا لي عن افضل زيت شعر وناس كتير سالوني. فانا هقول لكم دلوقتي عن زيت الشعر اللي انا بستخدمه من سنه 95. احسبوا بقى كام سنه، يعني حوالي 20 سنه. نوع الزيت ده يا بنات انا بستخدمه من 20 سنه، ولما اتجوزت بستخدمه لاولادي ولبنتي. بس نوع الزيت ده يا بنات في منه كريم وفي منه زيت. في ناس شعرها يناسب ليه الزيت، وفي ناس الزيت بينشف شعرها فبتستخدم كريم افضل. الزيت ده هو زيت الو ايفا، من ايام لما كان علبته بلاستيك ولها وسط كده، اللي حاضر من زمان اللي هو الجيل القديم كان بالشكل ده. دلوقتي العلبه دي اللي هو الحجم الكبير ده ب29 او ب28 جنيه. طلع بقى منه في الفترة الأخيرة يا بنات بالصبار، في منه بالصبار والأملة، في منه بالصبار وزيت الزيتون، في منه بزيت الزيتون والأملة. صراحة يا بنات تحفة. كل أنواع ألو إيفا عامة، كل منتجات ألو إيفا ممتازة 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 بجد عن تجربة. الزيت ده من 20 سنة أنا بستخدمه. ممكن في فترات في النص بحاول ان انا اجرب حاجات تانية وارجع للزيت ده تاني، لا غنى عنه، ممتاز من الدرجة الاولى. دلوقتي في منه طبعا الكريم، لان انا عندي بناتي في منهم مش بيناسب شعرهم الزيت، فمنه الكريم خلاص. الحجم الكبير برضو بجيب منه ده ب27 جنيه. الحجم الكبير ده كان الاول بيتباع ب9 جنيه وبعدين 11، وبعدين مع تطور الاسعار بقى وصل دلوقتي السعر ده يا بنات. الزيت ده ممتاز عن تجربة. للبنات اللي سألوني بيستخدم عادي جدا بعد ما بتغسلي شعرك ويكون ناشف. بالافضل لاستخدام الشعر ان هو ما يكونش عليه ميه. افضل استخدام لاي زيت شعر يا بنات ان شعرك ما يكونش مبلول، علشان ما يحصلش الزيت اصلا الشعر ما بيستفادش من الزيت لما يكون شعرك مبلول. تمام. فزيت الو ايفا في منه متوفر طبعا بالامله زي ما قلت لكم وبالحاجات اللي انا قلتها دي. وفي منه الكريم، في منه بالعسل. انا صراحه جربت العسل بينشف الشعر بالنسبه لنا مش مناسب. اللي هو بالصبار افضل بكتير جدا. الو ايفا بالصبار اللي شعرها بيمشي بالكريم باي نوع كريم كان تستخدم الكريم ده، واللي شعرها ما بيجيش غير بالزيت تستخدم الزيت من النوع ده. جربيه. انا مش عايزه اقولك ان انا شعري اتعود عليه، لا طبعا في ناس كتير جدا بتشكر في منتجات ايفا. حتى بالنسبه للبشره مهما اجرب انواع كريمات انا برضو بالنسبه للبشره ايفا. زي ما بقول لكم يا بنات بالنسبه للبشره ايفا برضو ما بقدرش استغنى عنها في كل منتجاتها. وكنت برضو عارضه معاكم قبل كده في روتين من الروتينات الغسول اللي بستخدمه للبشره برضو غسول ايفا بالجليسرين، لان ده للبشره الجافه، وفي برضو غسول للبشره الجافه، وفي منه كريم للبشره العاديه على حسب نوع بشرتك بتستخدمي. منتجات ايفا يعني برضو من زمان جدا، من 20 سنه برضو بستخدمها. مهما تلفي وتروحي وتيجي هو برضو منتجات ايفا يعني صراحه ولا غلطه. فهو ده زيت الشعر يا بنات. لو عايزه فعلا زيت كويس تمشي بنتك عليه، او انت عايزه تمشي على زيت كويس، زيت الو ايفا. لو مش مناسب لشعرك خليكي في الكريم. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده يا بنات افادكم واستفدتوا منه. هو فيديو خفيف بسيط. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك لو كان الفيديو عجبك، وتقولوا لي برضو رايكم في التعليقات ان كان الزيت ده نفع مع شعرك فعلا وانت بتستخدميه ولا لا. وكل واحده تقول تجربتها مع اي زيت تاني، يمكن اي واحده تستفيد. بالمناسبه عايزه اقول لكم ان انا استخدمت زيت امله اللي هو طالع تقريبا بالياسمين او حاجه كده، اللي هو دابر امله الذهبي. ايوه ده استخدمته في الفتره الاخيره برضو من كام شهر. طلع كويس برضو، ما كانش وحش قوي، بس ده برضو افضل منه بالنسبه لي. تمام. كل واحده بقى تحكي تجربتها مع الزيوت ومع الخلطات اللي بتستخدمها للشعر. وبرضو عايزه اقول لكم ان انا جبت خلطات كتير اللي هو زيت السمسم على زيت الزيتون على مش عارفه زيت ايه الخلطات دي،
برضو مهما احنا نعملها بايدينا ونركبها ما بتكونش مجديه ولا فعاله زي الزيوت الجاهزه دي. بالنسبه لي صراحه حاولت ان انا اجربها برضو، كانت بتخلي ريحه الشعر مش ظريفه وما كانتش حلوه قوي برضو. فهو الزيت ده جميل قوي للي عايزه زيت كويس ويكون كويس معاها تمشي عليه على طول ان شاء الله يا بنات. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده وما كنتش طولت عليكم ولا كترت عليكم في الكلام. اترككم في رعايه الله، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.